حياكم الله أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كله بخير. مشاكل التاكسي كلش هواي، وأنا بصفتي أخوكم سائق تاكسي وعايش معاناة حي المهنة. نحتاجه بأبسط صورة، أول شي نغير نظرة المواطن إلنا. وشلون تتغير؟ لازم نغير نفسنا. وفر أبسط الأمور اللي تقدر عليها، من نظافة سيارتك، أسلوبك بالكلام، وأنت إن شاء الله معدل أكيد. الاحتياجات البسيطة، يعني مثلا عندنا الصيف كلش حار، هذه المروحة سعرها 10,000 دينار بس، تشتغل على الجداحة. بطل مي بارد تقدر تجمده بالبيت، مي فلتر وداجن بدهن، واخلي صندوق صغير، ترمز صغير بالصندوق، تمام؟ خلي بيه 7-8 أمطالة يشيل، وهي إلك قبل تكون لغيرك. وممكن الزبون جدا عطشان ومكان ما بيه مي. شوف، هي أمور كلش بسيطة. عفوك من المبالغة اللي أنا مبالغ بيها، يعني شايل تمر، عليش، إلى آخره، شحنة كل أنواعها. ما أقول لك بالغ لهالدرجة، بس أنا عندي واحد في الموضوع. بس هالاحتياجات البسيطة راح تخلي المواطن يباوع للتاكسي بنظرة ثانية. تخيل لو هذا الموضوع انتشر بكل تاكسياتنا، راح نقطع المرحلة الأولى من الصعوبات اللي تواجهها بالتاكسي. وأكيد أكو حلقات جاية أو مقاطع جاية راح أوضح لك بيها أمور أكثر وأكثر.